السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم في قناتي مع فيديو جديد. وصفتنا اليوم سباكيتي بصلصة البولونيز، كتجي لذيذة بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير. الطريقة ديال التحضير: في المقادير كنحتاجو كمية من الكفتة، بصلة كبيرة مشلضة رقيق، 3 فصوص ديال الثوم، واحد ديال الجزرة تكون محكوكة او مقطعه قطع صغار، شويه د الملح، شويه د الابزار، شويه ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الحبق، واحد ملعقه كبيره ديال مركز طماطم، وعندنا 4 حتى 5 ديال حبات طماطم تكون مطحونه، وسباكيتي 500 غرام ديال سباكيتي. ندوزو نشوفوا طريقه ديال التحضير. نبداو على بركه الله. بسم الله. في طنجره كنوضعوها على النار، كنضيفوا الزيت، كنخليوها حتى كتسخن، من بعد كنضيفوا كميه ديال الكفته، كنفتحوها، من بعد كنضيفوا البصله مشلضه رقيق، كنضيفوا الثوم، كنضيفوا الجزر محكوك رقيق. انا كنحكو من الاحسن، ولكن في الوصفه الاصليه كيقطعوه قطع صغار. كنخليهم يتقلاو، من بعد كنضيف التوابل، كنضيف الملح، ابزار، الزعتر والحبق الا كان متوفر كيبنن لاصوص. انا ما كانش عندي. كنخليو المكونات كامله كتقلى، وكنغطيو عليها، ومن بعد حتى كتنشف. من بعد كنضيفوا عليها مطيشه المطحونه او المحكوكه اللي بغيتو، وكنضيف ملعقه كبيره ديال المركز ديال الطماطم، وكنضيف شويه ديال التحميره يعني الفلفل الاحمر، وكنخلط. يعني ممكن عوض ديال التحميره الفلفل الاحمر نضيفوا هذا اللي كيبغي الحار يضيف السودانيه يعني الحار، وكنضيفوا شويه ديال السكر، وكنخليها حتى كتغلى وكطيب. كنزيد واحد شويه د الماء باش كتجينا لاصوص شويه خفيفه، وكنخليها تغلى مزيان. المهم واحد المده ديال 5 دقائق حتى 10 دقائق وصافي.
صافي لاصوص ديالنا ها هي وجدت، ها هي غلات، كتجي صراحه لذيذه. انا بعدا كتعجبني، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وكتعطي كميه زعما مزيانه لا باس بها. ها هي كتجي شويه خاتره وفيها شويه ديال لاصوص. المهم بالنسبه للاصوص كل واحد كيتحكم فيها كما بغى، اللي بغى ثقيله كتر من هيدا كيزيد يخليها حتى كتنشف، واللي بغى فيها شويه د لاصوص كيخليها. صافي من بعد كنعملوا سباكيتي ديالنا كتسلق في الماء غليان، كنضيفوا شويه د الملح، ملح وشويه ديال الزيت. صافي حتى كتوجد واحد 10 دقائق 12 دقيقه كتكون سباكيتي واجده. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، سباكيتي بصلصه البولونيز. من بعد ملي كنقدموها كنرشوا من الفوق جبن محكوك وكنقدموها بالصحه والراحه، كتجي رائعه ولذيذه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. كما العاده الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم، واللي كيشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم. اشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله، نتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه عليكم.